السلام عليكم. رجعنا معكم من جديد في مطبخ كنزة الفاسية. اليوم ان شاء الله بغيت نقترح عليكم في هذا الفيديو الكالامار معمر. كنتمنى هذا الفيديو تعجبكم وتلقاكم بصحة جيدة. بسم الله على بركة الله. هنا عندي الكالامار على حسب الاشخاص اللي عندكم. كتاخذوا القدر اللي بغيتو. انا عندي هنا كيلو د الكالامار بطبيعه الحال اللي غسلته بالماء والملح والخل. هادو ديك الرجيلات ديالو ها هما. غادي نحتاج مع هذا الكالامار 2 الفصوص ديال الثوم، واحد الملعقه كبيره ماشي بزاف بين وبين ديال مطيشه د الحك، هنا اللب د الحامض، واحد نصف كاس زيت الزيتون. عندي هنا داك الرجيلات ديال الكالامار، خديت واحد 3 اللي سلقتهم بالماء والملح وصفيتهم باش غنحتاجهم للتعمار. عندي هنا الارز بطبيعه الحال، هنا واحد الرابعه اللي سلقتها وخليتها غير نص سلقه حيت غادي نكملوا لها الطياب، والقزبر والمعدنوس. خليكم مع طريقه التحضير. هنا عندي واحد المقله اللي درت فيها 3 ديال المطيشات محكوكين، وواحد 2 بصيلات صغيورين اولا وحده اللي شلطتها رقيقه في الهاشوار. غادي ناخذ بطبيعه الحال نضيف معاها القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف الثومه بطبيعه الحال، وغادي نضيف معاهم صلصه الطماطم. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ما عامراش، وغادي نضيف معاهم اللب د الحامض. نتمنى الرؤيه تكون واضحه لكم. وبطبيعه الحال غادي نضيف سكينجبير، واحد نصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير، قليل من الابزار، واحد نصف ملعقه ديال الفلفله حمراء بابريكا، قليل من الملح حيت عندي اللب الحامض كيكون مالح، غنديرو غير واحد شويه. وبطبيعه الحال غادي نشحر هذا الشيء فوق النار. من بعد غادي نشحر هذا الشيء فوق النار، وغادي ان شاء الله نرجع معكم. غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون، قيمه ملعقه صغيره، وغادي نضيف واحد شويه قليل من الكمون حيت الكمون شويه الا كثرتي منه كيجي زعيق. غير واحد الراس د المعلقه الكمون صافي. ونخليو هاد الصلصه طيب مزيان، وندوزو نحضروا التوابل ديال الرز. مطيشه راه كتطلق الماء هي والبصله. نحاولوا نحضروا النار، ما نجهدوهاش باش ما تنشفش وتحرق لنا مطيشه وتجي التتبيله شاربه تدخل لنا مزيان في ديك البصل والمطيشه. غادي ندوزو دابا، غادي ناخذ الرز اللي سلقناه غير نص سلقه. نتمنى الرؤيه تكون واضحه لكم. غادي نضيفوا عليه داك الرويصات اللي سلقت بميها ومليحه. ما بغيتش نديرهم كاملين، خليت هادو كيعجبوني كندير لهم غير الابزار والملحه وكنقليهم تيجيو فنين. صافي ما وقفتش عليهم. غادي نضيف هنايا المعدنوس بزايد. نتمنى الرؤيه تكون واضحه لكم. المعدنوس انا ما عنديش العطريه ديال الحوت، غادي ندير واحد نص ضامه ديال البنه د الحوت، واللي ما بغاش يديرها ماشي ضروري. هنا وعندي واحد الفص الثوم نفس التتبيله غنديروها للرز. هنا عندي طريف ديال الليمون مصير قطعته رقيق حيت ما عنديش الزيتون، ما عنديش الزيتون بلا عظم. ويمكن لكم اللي ما بغاش يدير هاد التتبيله مع الرز
وبغى يديرها مع الشعريه ديال الارز كما كتشوفوا. انا قلت نديرها بالارز حيت فايته درتها بالشعريه ديال، قلت نديرها بالرز فايته درتها بهذا الشعريه ديال الفيرميسيل بالرز، هي اللي كنفضل حسن من الشعريه ديال الفيرميسيل الاخرى. باش ما نطولش عليكم اخواتي، هنا واحد قليل من زيت الزيتون، وغادي نضيف بطبيعه الحال البطريه. هنا عندي واحد شويه ديال الابزار، واحد راس معلقه ديال الابزار. عندي هنايا الفلفله حمراء، بابريكا، عندي واحد نصف ملعقه صغيره. هنا قليل من الخرقوم، واحد شويه ديال السكينجبير، نصف ملعقه صغيره سكينجبير. انا ما غنضيفش الملحه، تنخلط مزيان ونذوق حيت درت الليمون مصير، وعاد غادي منين نذوق ديك الشي كامل اللي جاني مسوس غنضيف الملحه. خليكم معايا. هانتوما كما كتشوفوا ما زدت لا ملحه لا والو، جات هي هذيك في المذاق. دابا غنبداو نعمروا الكالامار ديالنا. غناخذوا شي معلقه وغادي نبداو نعمروا الكالامار، وراه غسلته مزيان بالماء والملحه والخل من الداخل. انا كنقلبها وكنغسلها مزيان. صافي بسم الله على بركه الله. غنبداو نديروا الحشوه ديالنا هنا ونحاولوا ندفعوا لتحت باش يجينا عامر مزيان. منين نبقاو نعمروا بحال هكا نتمنى الرؤيه تكون واضحه لكم. غنبقاو نهبطوا بهذه الطريقه. اللي بغى يعمروا بالارز، اللي بغى يعمروا بالشعريه ديال الفيرميسيل الروز ويدير فيها حتى الشامبينيون نوار، لكم الاختيار. نتمنى الرؤيه تكون واضحه لكم. ملي كنعمر بحال هكا كنجي للراس بحال هكا، وتنحاول اللي لا يخطي علينا يديداتنا، وكنحاول ندفع بهذه الطريقه غير بشويه، وما نعمرهاش حتى للفم باش منين طيب ما تطرطقش. هو راه ما كيبغيش الطياب بزاف باش ما كيجيناش قاصح، خصنا غير شي شويه كيطيب تيطلع فيه الغليه وتهبط كيطيب. صافي باش ما نطولش عليكم لا فيديو، كما كتشوفوا انا غادي نعمرهم ونرجع معاكم. هانتوما كما كتشوفوا انا عمرتهم وخديت داك القطيب ديال الشوا دي ماشي لي كوردون هادوك دغيا كيتهرسوا حيت الكالامار عندنا غليظ. خديت هاد القطيب هذا الشوا به سديت الراس. نتمنى تكون الرؤيه واضحه لكم حيت هذا صحيح باش ما يتحلش ويطرطق لنا في لاصوص. صافي باش ما نطولش عليكم، دابا غندوزو غنحضروه نديروه في لاصوص. هانتوما كما كتشوفوا راه تشد مزيان، وخليت واحد شويه من هنا باش منين الرز كيتنفخ ما تطرطقش لينا. خليكم معايا. هانتوما كما كتشوفوا ها لاصوص ديالنا. غادي نقطوا الكالامار ديالنا وغادي نضيفوه في هاد لاصوص هادي بهاد الطريقه. دغيا تيطيب هو. داك الربعه د الرز تبارك الله عمرات ليا هادو كاملين. نحاولوا هاد الودينات نقادوهم. شوفوا واش نقلب هادي هكا تنخالفوهم باش تقدني المقيله. هادي كتعجبني مع ما كتلصقش ديال الطيفال احسن من الطنجره. وكاين اللي كيدير هاد الوصفه هادي دابا اللي وريتكم هاد الشهيوه، كاين اللي كيديرها حتى في الفران. صافي دابا من بعد انا قللت البوطه، درت نار متوسطه وغادي نغطيه باش ان شاء الله غادي يوجد ونوريه لكم باذن الله في النتيجه النهائيه. سمحوا لي اخواتي عاود عريت عليها ونسيت ما وصيتكمش باش ناخذوا ديك لي كوردون ونثقبوا، نحاولوا نديروا غير تقيبات باش ما يطرطقش بهذه الطريقه هذه. انا ما كنبغي نخبى عليكم حتى حاجه، غير تقيبه هكا كل وحده نثقبوها من الوسط باش ما يطرطقناش. دابا غادي نشوفوا واش بدا يطيب من التحت وغنقبطوه ونحاولوا غير بشويه نقلبوه.
غير بشويه نحاولوا عليه باش ما يطرقش. صافي عاوتاني وغادي نغطيوه. هانتوما كما كتشوفوا ها النتيجه النهائيه ديال هذا الكالامار معمر. يمكن لكم تقطعوه رونديلات. هادو داك الرويصات كما قلت لكم كنقليوهم تيجيو حتى هما فنين. تنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وتروقكم، وما تنساونيش بالدعم والبارطاج، وكنشكر اي واحد ابونا عندي وشجعوني باش نعطيكم المزيد، والله يخطيكم عليا. وشكرا وبالصحه والراحه.